الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، معاشر المؤمنين، أوصيكم بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله تعالى من أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات ليفتح عليه من البركات ويدخله في أعلى الجنات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر الحاضرين، في اللحظة التي كان فرعون يتبجح قائلا للناس أنا ربكم الأعلى، كانت زوجته آسية تردد سبحان ربي الأعلى، تدعو الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة وينجيها من فرعون وعمله. ثم شاء الله أن تفترق الخطى أخيرا وتسقط آخر شعرة من شعرات المسايرة والتعايش، وتحولت المسألة إلى مواجهة صلب فيها فرعون زوجته آسية بنت مزاحم. ولكن ما أثار دهشة فرعون قبل جنونه أنها كانت قبل أن يفارق الروح الجسد كانت تبتسم، هي بروحها العلوية لحظة ذاك كانت ترى البيت الذي بناه الله لها في الجنة. وفرعون بلوثة الكفر لم يكن بإمكانه أن يرى من المشهد أكثر مما تريه إياه عيناه. حين أخرجت قريش خبيب بن عدي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه إلى شعاب مكة ليقتلوه، طلب منهم أن يصلي ركعتين فقط، ثم بعدها ليفعلوا ما يشاءون. لم يكن بمقدور الكفرة حين ذاك أن يفهموا كيف يمتلئ القلب بالسكينة، كيف يمتلئ قلب الرجل المسلم هذا بالسكينة وصاحبه على بعد ركعتين من الموت. وعندما صلى وباشروا يتفننون بقتله سألوه هذا السؤال: أتحب أنك في أهلك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال لهم: ما أحب أني في أهلي والنبي صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. تملكتهم الدهشة، لم يفهموا معنى مقام النبوة في قلب المؤمن. وفي ستينيات القرن الماضي حدث ما يشبه ذلك للدبلوماسي وللفيلسوف الألماني مراد هوفمان أثناء عمله في دولة الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي. لاحظ هذا الرجل ذلك الصمود والثبات الأسطوري الجزائري ومدى التحمل والكفاح من أجل الاستقلال رغم وحشية المحتل الفرنسي ورغم مجازره المروعة التي بسببها سميت ملحمة الاستقلال بثورة المليون شهيد. كان ذلك من أهم أسباب إسلام هذا الرجل، بل ألف كتابا سماه الطريق إلى مكة، ويقول فيه:
خدمت 30 سنة في السلك الدبلوماسي الألماني، وكانت البداية في الجزائر أثناء حرب الاستقلال، وقد أثر في التزام الشعب الجزائري بالرغم من كل المعاناة. فقلت في نفسي إنه يجب علي قراءة الكتاب الذي يجعلهم يتصرفون بهذا الشكل، ولم أتوقف عن قراءة ترجمة القرآن. هذا هو الذي هداني للطريق إلى مكة. وممن عبر عن ذات المعنى بأوضح عبارة تلك المرأة الأمريكية قبل عدة أيام في مقطع نشرته وتم تداوله بشكل كبير على مستوى العالم. وكانت تلك المرأة تعلق على أحداث غزة مندهشة مشدوهة متعجبة، وتقول: هذا شيء لم أر مثله في حياتي. رأيت كثيرا من المقاطع لأشخاص في غزة خسروا كل شيء، حتى أطفالهم، يحملون جثث أطفالهم على أيديهم وما زالوا يحمدون الله. كيف ذلك؟ ثم أسلمت بعد أن قرأت القرآن بتفحص وتدبر، ورأت في هذا الكتاب العجب العجاب. معاشر المؤمنين، في غزة وقف العالم بأكمله مندهشا لمشاهد الرضا والتسليم لله التي رأيناها في كل أهالي غزة. بالنسبة لنا كمسلمين، نحن نؤمن بما يؤمنون، لا تخفى علينا شيء من أركان الإيمان ولا من مظاهر الرضا عن أقدار الله وقضائه، ولكن رؤية هذا الإيمان كسلوك عند بأكملها كان مشهدا مثيرا للدهشة والإعجاب عندنا نحن. أما في الغرب فقد نزلت عليهم هذه المشاهد كالصواعق المرسلة، قلبت نظرتهم إلى الحياة، ملأتهم بأسئلة لم يعرفوا لها أي إجابات. الإنسان أيها الإخوة الكرام مهما امتلأت نفسه بالماديات وسعار إشباع الغرائز بأنواعها، سيبقى فيه جوع. نعم، سيبقى في هذا الإنسان المادي جوع شديد إلى شيء روحاني. ولذلك عندما يواجه هذا الإنسان المادي حدث كحدث غزة، يظهر أمام نفسه عاريا خاويا من إيمان، ويشعر بفداحة ما ينقصه. ولذلك تعصف فيه هذه الأسئلة: كيف لإنسان فقير مسكين محاصر مظلوم مغلوب في غزة أن يحمد الله وهو يحمل أشلاء ولده؟ كيف يردد عبارات الحمد لله، نحن راضون عنك يا رب، وهو على ركام بيته بلا مأوى وبلا غذاء وبلا دواء، وتهطل عليه الأمطار صباح مساء. غزة ضربت فيهم على وتر ينقصهم، أخذوا يبحثون عن هذا الشيء الغريب الذي يجعل الناس لا يشبهون أناسا يعرفونهم. كثرت هذه الأسئلة وبحثوا عن الأجوبة، هل هو أمر مادي أو روحي؟ ولعدم وجود أمر مادي محسوس لم يبقى أمامهم إلا البحث عن ذلك الجواب الروحي. إنه معتقد أهل غزة، إنه إيمان أهل غزة، إنها عقيدة أهل غزة. وفعلا أعلن بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم بدأوا دراسة الإسلام والقرآن. بعضهم أسس مجموعات على شبكات التواصل لمن يرغب في دراسة الإسلام والقرآن. بعضهم وبفضل الله عز وجل اعتنق الإسلام وأعلنه على الملأ، وبعضهم ما زال في مرحلة البحث عن الحقيقة
هذا وجه من وجوه النور في غمرة هذه العتمات. مشهد ثبات غزة وصبرها وهي تذبح هزهم جميعا من الأعماق. غزة اليوم لم تحارب فقط، غزة كانت داعية إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله أن يرزقهم الصبر والثبات والصمود في وجه العدوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفروا الله وتوبوا إليه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لعل بعضنا الآن يقول في نفسه: كيف سيرجع الله لأهل غزة حقهم؟ كيف سينتقم الله لهم؟ إننا إذا نظرنا الآن في الأسباب فسيبدو كل شيء أمامنا شائكا وصعبا، ولكن يا عباد الله، لا تفكروا في صعوبة ظروفهم، لا تفكروا في صعوبة ظروفهم، ولنفكر في قوة الرب الذي ندعوه سبحانه. ومنذ متى ونحن نسأل الله عن الكيف؟ الكيف هذه لله وحده، نحن ندعوه بيقين فقط. أما ترتيبات المعركة وانتقاء واختيار سلاح الانتقام فذلك من شأن الله القادر الذي سيدبرها بحكمته. عندما رفع نوح عليه السلام يديه إلى السماء قائلا: إني مغلوب فانتصر، لم يكن يخطر ببال أحد أن انتقام الله سيكون مدويا وصاعقا إلى هذه الدرجة. لم يكن أحد يتوقع أن سلاح المعركة حين ذاك هو الماء. نعم، الماء، صدر الأمر الإلهي للسماء أن تنهمر، وللأرض أن تخرج ماءها، وللبحار والأنهار أن تطغى. غرقت الأرض إلى أن صار لا عاصم من أمر الله إلا الله. إننا لو عشنا زمن النمرود ورأيناه كيف يأمر الناس بالسجود له، ورأيناه يناظر سيدنا إبراهيم عليه السلام بكل وقاحة قائلا: إني أحيي وأميت، فربما سألنا أنفسنا باستغراب حين ذاك: كيف سيغير الله هذا؟ أي سلاح فتاك سيختاره الله ليذل هذا الطاغية؟ بالطبع ما كان سيخطر على بالنا أن الله تعالى سيرسل جنديا صغيرا سينتقم من هذا الجبار العنيد، جندي لا يكاد يرى بالعين المجردة، بعوضة، أجل بعوضة واحدة أدخلها الله في أنفه لتستقر في دماغه، فلا يهدأ إلا حين يضرب على يد الذين كانوا يسجدون له، يضرب بالأحذية على رأسه ليهدأ. بهذه الطريقة المدهشة سيدبر الله الأمور. إننا لو شهدنا تلك اللحظة التي وضع فيها إبراهيم على المنجنيق ليقذف في النار لقلنا في أنفسنا: ربما سيطفئ الله النار بماء ينزله من السماء دفعة واحدة. كان هذا حلا وحيدا لو أن النار تحرق بأمر نفسها، ولكن هذه النار لا تحرق إلا بأمر ربها، فصدر إليها الأمر الإلهي: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت. إن الله عز وجل يغير خواص الأشياء إذا أراد ذلك. السكين الحاد لن تذبح إسماعيل، الحوت المفترس الكبير لن يأكل يونس عليه السلام رغم ابتلاعه. كل شيء في هذا الكون يعمل بأمر الله، فقط لنكن مع رب الأسباب يكفينا الله مؤونة الأسباب. اللهم يا ربنا، اللهم يا إلهنا، تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله. اللهم إنا نلجأ إليك بفقرنا ونلجأ إليك بذلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا ومسكنتنا. أنت رب المستضعفين وأنت رب كل شيء، يا فاطر السماوات،
يا فاطر السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا فالق الحب والنوى، يا رب جبرائيل وإسرافيل وميكال، اللهم يا ربنا ويا رب كل شيء، يا رب أهل غزة، اللهم انتصر لهم يا ربنا، اللهم انتصر لهم يا ربنا، اللهم انتصر لهم يا ربنا، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم هدنة كهدنة يوم الحديبية، وفتحا كفتح مكة وخيبر، وفتحا كفتح خيبر ومكة، وفتحا كفتح خيبر ومكة يا رب العباد. اللهم إن اليهود عاثوا في البلاد وقتلوا العباد وأكثروا الفساد، فصب عليهم يا ربنا بقوتك وسلطانك وعظمتك وجبروتك، صب عليهم سوط عذاب، وكن لهم بالمرصاد. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم أصحاب الفيل ويوم عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد، اللهم اجعل كيدهم في تبار وهلاك وتضليل. وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا يا ربنا، يا رب المستضعفين، يا رحيم ارحم أخواننا في غزة، يا لطيف الطف بأهلنا في غزة، يا رزاق ارزق أهلنا في غزة، يا رزاق ارزق أهلنا في غزة من بركات الأرض والسماء، كلهم عونا ونصيرا ووليا وظهيرا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.